عملتها بدون بيض وبدون فرن بدون كريمة أو حتى حليب مكثف. نص ساعة كانت جاهزة معي وما بتتخيل الشكل يلي بيفتح النفس والطعم يلي بشهي القلب. ضروري تجربوها على طريقتي، كتير رح تحبوها. لا تنسوا اللايك للفيديو ويلا نبدأ. عندي هون قالب تشيز كيك حجمه وسط، بطنته بورق الزبدة ورح أضيف عليه السويس رول بهاي الطريقة. لو مو متوفر عندكم كيك سويس رول بتقدروا تستخدموا بسكوت الشاي. بطنجرة على البارد رح أضيف 4 أكواب من الحليب السائل، نص كوب من السكر، 4 معالق من النشا، 4 معالق من الطحين، ومعلقة كبيرة من الفانيلا البودرة، وبحركهم كتير منيح. برفع الطنجرة على النار وبستمر بالتحريك، وبس تبلش تسخن بضيف معلقة كبيرة من الزبدة وعلبة قشطة وبتركها لتوصل لمرحلة الغليان. حنزلها هلا على القالب بعد ما جهزت معي وبتركها لحتى تبرد شوي. بمقلة رح أضيف 100 جرام من الفراولة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الليمون، وبحركها على النار مع الاستمرار بالتحريك لعند ما تجمد معي. وبس تجمد الطبقة الأولى بضيف الطبقة الثانية وبدخلها على الثلاجة لحتى تجمد معي تماما. وهلا اكتبوا لي بالتعليقات لأي بلد وصل هذا الفيديو. بعد ما بردت عندي بالثلاجة 4 ساعات أو 5 ساعات قدمت أطيب وأشهى تحلاية سهلة وبسيطة، ولو جربتوها كتير رح تحبوها. وصحتين وعافية.